السلام عليكم خوتي صحابي، كي دايرين؟ توحشكم بزاف وتنتمنى تكونوا في صحه جيده وكل عام وانتم بخير وعلى خير. اليوم اخوتي جيت نعاود لكم واحد القصه ديال واحد السيد اللي هو طالياني، ووقعت له واحد القصه مع انسان مغربي. المهم هاد القصه هادي اللي غنعاود لكم اخوتي، اقسم بالله العلي العظيم الا المغربي اللي تعاود لي هاد القصه هادي هو تيتاثر بالكلمات اللي كان تيقول لي على داك السيد، والمعامله اللي كان تيعاملو داك السيد، والناس كيفاش كانوا تيشوفوا داك السيد تيتعامل معاه، بحكم ما عرفوش علاش هذاك السيد تيتعامل معاه بحال هكا. كل مره تيجيب ليه كادو، مكانه، تلفازه، المهم حوايج، الماء، دانونات، تيتعامل معاه بواحد المعامله زوينه. هنا خوتي غادي نقول لكم، نبداو القصه باش ما نحرقوش شي مراحل ونحرقوا القصه كامله. المهم اخوتي، هذا واحد السيد اللي هو اصله مغربي وعايش في الطاليان، وواحد الطالياني كان حلاق، وديك الخدمه اللي ديال الحلاقه كان معروف. هذا السيد هذا في الطاليان معروف واحد المعرفه اللي كلشي تعرف هذا السيد هذا. هذا السيد هذا عنده واحد البنت، الام ديالها توفات، وعنده ديك البنت شويه ماشي هي هذيك، ماشي زعما خارجه الطريق ولا شي حاجه، ما بعقليتها ماشي ديك، بحال شي وحده اللي عندها التوحد، هي واخا كبيره في العمر عندها التوحد، بحال شي شكل ديال التوحد. هاد السيد هذا كان تيمشي عند هاد السيد هذا المغربي هذا، تيمشي عنده المحل ديال التليفونات، وارتاح ليه وتيتعامل معاه. كل مره شنو تيجيب ليه؟ مره تيجيب ليه، قال لي واحد النهاريات بقى تيهضر معايا هذيك دا وهادي، قال لي اقسم بالله ولدي، قال لي انت تنشوف فيك راسي من كنت صغير، من كنت فقير وكنت تنكافح على راسي وهادي وخدمت ويسر عليا الله، وانت تنشوف فيك راسي انا، وتعجبني الناس اللي بحال هكا، اللي تيدبروا على راسهم وتيبداو من الصفر، تيتكرفسوا وتيبغيو يديروا شي حاجه في حياتهم. ما عليناش اخوتي. ويقول لي السيد ولا ديما تيجي لعندي المحل وتيجيب لي معاه شي كادو. كي واحد النهار جاب لي شي جوج مكانات ساويين فلوس، جا عندي قال لي فلان واحد الكادو. الباترون ديالي ما فهم والو كيفاش هاد السيد هذاك ديما جاي يجيب لي مرات تلفازه، مرات صباط، مرات المهم الحوايج، يجيب لي الحوايج، يجيب لي الماكلات، يجيب لي التلفازات، الماكل. الباترون ديال هاد السيد هذا، وكاين نوع بزاف من الانواع بحال هاد السيد هذا، تيقول تيشوف شي واحد تيتعامل مع شي واحد تيضرو راسو، تيعرف تيقول شي حاجه من مورا داكشي شي حاجه. وهنا قال لي يا اخي يوسف، انا بديت نتساءل نفس السؤال، تنقول هاد السيد هذا علاش يدير معايا بحال هكا؟ كاينه شي حاجه من مورا هاد الشيء هذا. قال لي يا اخي يوسف من الباترون، هو يقول لي، قال لي شفت السيد تيجي كذا وهادي، ديما تيجي تيعطيك وكذا وهادي، كاينه شي حاجه تما، ياك ما تصايب لي شي تليفون زعما متخبيه ولا هادي ولا هادي. هنا تنقول لهاد الباترون ديال هاد الصديق اللي هضر معايا في التليفون عاود لي هاد القصه هادي، غنقول ليه بانك انت انسان مكلخ. واش كاين شي واحد غيصايب لشي واحد التليفون انكاسابل ولا كونيكتور ولا شي باف ولا شي ميكرو غيصايبها ليه بمكانات غاليين في الثمن؟ هنا نقول لك بانك هنا تكلختي. ما عليناش، نرجعوا للموضوع ديالنا. السيد قال لي الباترون ديالو تيقول له كاين شي حاجه تما، ما تيقوش. قال لهم انا هاد السيد هذا راه تنعرفو، اخي في الله حبني في الله، ما تيدير معايا الخلق، عارفني انا مبراني من هاد المدينه هادي، تيتعامل معايا. واحد النهاريات هو يجي ويجيب لي عاوتاني واحد المكانه ويقول لي كادو، قال لي كادو كدا وهادي، ويقول لي، قلت لي واش نمشيو نشربوا شي قهوه؟ قال لي نمشيو نشربوا قهوه. يمشيو يشربوا قهوه، ويقول ليه، قال لي بغيت نقول لك واحد الحاجه. قال له علاش تتعامل معايا بحال ما هكا؟ قال لي فتح لي قلبي، فتح لي قلبو، تفتح ليا وقال لي بان انا اللي قلت لك هادشي هذا راه ما غاتيقوش.
باعتقاد ديالو هو راه الله سبحانه وتعالى هو اللي تيهبط عنده، ولكن هذا كيتبقى اعتقاد، والله اعلم وربي العالم. تبقى اعتقاد كما قال هو، كما قلت انا، وكما هضرنا، كما قلنا دابا. هو باعتقاد بانه هو انسان يهودي طالياني، ولكن فيه الدم ديال العرب، المعامله ديال العرب. بالاعتقاد ديال داك الطالياني اللي هو اصله ماشي مسلم، تيعتقد بان الله سبحانه وتعالى هو اللي هبط لعنده وتيقول ليه سير عند داك السيد تعامل معاه، سير جيب وعطيه، ولا ما جبتش لك وعطيتك تنتمحن. كي هنا خيوس انا تفاجات بهذا السيد هذا. هذا السيد هذا كان مسكين، وقع عليه واحد المشكل وقطعوا ليه اليد. كان شي ما فيه شي مرض خايف في يديه، وقطعوا ليه يديه هي فاش امتنع على الخدمه، وكان سهل عليه الله بخير وعلى خير. قال ليه انا ملي تنمشي الناس تيوقف عليه شي واحد في المنام وتيقول لي داك السيد علاش ما مشيتيش عطيتيه، غدا سير عطيه، وعطيه داك الشيء اكثر من داك الشيء اللي عطيتيه. قال له تما فين تجي انا واش نعطيك؟ قال النهار اللي ما تنجيش، النهار اللي ما جيت واحد النهار عطيتك، والنهار اللي من الغد اللي ما جيت ما عطيتكش. قال له بت تنتمحن، ما تنعس تنبان تمحن. بهذيك الطريقه ديالو الهضره اللي قال لي الصديق، قال لي بان انا بقيت تنشوف فيه تنقول له هذا الشيء هذا راه ما يمكنش. قال لي اقسم بالله زعما بهذيك الهضره ديالهم هما، قال له انا تنجيني في المنام السيد تيقول لي سير تعامل مع داك السيد وعطيه اكثر من داك الشيء اللي عطيتيه المره الاولى. وفعلا اخوتي السيد تيق، وانا بدوري حتى انا هاد القصه هادي تيقتها وحسيت بها وعشت معها. ومثلا غنعيشوا معها واحد اللقطه اللي وصلت كورونا. من وصلت كورونا، هاد السيد هذا اللي مقطوع عليه يدو مشى للسبيطار وشدوه في السبيطار على اساس كورونا. دوز فيها تقريبا من 2020 في شهر 7 حتى ل 2024 في شهر 6، للمده ديال 3 شهور دابا باش توفى. من دخل المصحه وشدوه على حساب كورونا، بقى معاهم تما وبقاو العنايه، بقى في هذيك العنايه المركزه. ديك العنايه المركزه بقى فيها. ناضت البنت ديالو دارت محامي باش انها بغات باها يعيش معها في الدار وهي تقابلو. هنا دخلت هذاك الناس ديال برا تيعرفوا شنو تيديروا وعارفين خدمتهم كي دايره. الا كان الانسان غيمشي لواحد البلاصه اللي غيقدروا يعتنيو به وكذا، ودي مرحبا والف مرحبا. هنا منين جاو وشافوا الدار بان الدار ديالو هو، بانها مكرفصه في هذيك الكتوبه وديك الاتات القديم، شي اتاتات قدام عندهم تاريخ في تاريخ، والريحه ديال الكتوبه والريحه ديال الوسخ في الدار وكذا، ودي لقاو بان البنت ما مهتماش بالدار وما مهتماش براسها هي. هنا رفضوا لها الطلب وتم الحجز على الاب ديالها في سميتو في السبيطار. منعها المحكمه، منعات بان تعطي البنت البنت باش هي تعاني وكذا، ودي خلاوه في المستشفى. ملي خلاوه في المستشفى بقى في العنايه المركزه. علاش هو باقي هو ما اصلا ما خرجش من السبيطار باش يمشي للمحكمه ولا شي حاجه، بقى في السبيطار، خلاوه في السبيطار ما زعزعش من بلاصتو، حيت هما كانوا دايرين ليه هذيك اللعيبه ديال التنفس، حيت كان عنده التنفس ضعيف بحكم ديك المرض اللي كان في يديه. واش غيكون حتى هو سبب من اسباب، الله اعلم. هنا شدوه تقريبا قلت لكم شي 3 سنين تقريبا هكاك، اللي دابا بمده ديال 3 شهور باش توفى. وهنا السيد اللي كان مغربي اللي كان يتعامل مع هذا القاوري هذا الطالياني هذا اللي كان يتعامل مع المغربي، مي توفى بقات بينه وبين العلاقه بينه وبين بنته عاديه، تكون حدا المحل ديالو. وهذا السيد هذا دار المحل ديالو وسهل عليه الله، ما بقاش خدام عند الناس، دار المحل ديالو وسهل عليه الله، والله يجعل ربي ساليه ويزيدو من عنده. قلت له واش البنت ديالو واش تكون انت تعرفها، واش بقى شي علاقه بينك وبينه ولا شي حاجه بينك وبينها من توفى الوالد كذا؟ قال الوالد ديالها
قال يا خيوس ما نكذبش عليك انا كنت نمشي لدارهم وكذا وهادي، ولكن ما كنتش نقدر ندخل لها على حساب ديك الريحه اللي كانت في الدار وكذا وهادي. هادشي قبل ما يتوفى الاب ديال البنت طالياني. هي دابا فاش قال لي قريبه ليا ومره فين تنشوفها وصافي. هنا خوتي تنقولوا لاي واحد الا قدرتي دير الخير ديرو. وهذا السيد قال لي بانني انا وقع لي دابا، قال لي منين توفى السيد قال لي اقسم بالله خويا الا بكيت عليه وبقى فيا الحال بزاف. قال لي كنت نبغي نمشي عنده للسبيطار ما تيخليوش يدخلوا تما ما كاينش دخل، غادخل ما غادخلش ما تزيدش معاهم الهضره ولا رشوه ولا شي حاجه، حيت بلاد مسالمه كاينش بحال هذا ما تيفضلوش واحد على واحد، والميساج راه باين. قلت نبغي نمشي اخويا وسطي ما يخليونيش ندخل وبقى فيا الحال ما شفتوش من توفى وهادي. المهم هذه هي قصه ديال الطالياني. وقال لي راه وقعت لي واحد القصه اخرى مع الزوجه ديالي. كنت انا وياها في الدار وكاين شي حوايج شي جينات شي كويرات شي جاكيطات ديال الكوير، قال لي السبرديلات وجمعتهم في واحد الصاك ديال الطاليان، واحد الصاك طالياني. قال لي جمعت فيه هذاك الشيء ديال الانطير اللي جمعت فيه هذاك الشيء. وقالت لي المراه انت شوف ديهم لشي واحد في شي جوطيه عطيهم يبيعهم، حتى المراه عندهم داك الشيء تما، تمشي واحد اللي تيبيع هذا الشيء هذا عطيهم ليه سبيل الله. قال لها لا، قال لي انا غنمشي وغادي نديهم اللي غيستاهل منهم، اللي غيستاهلهم غنعطيهم ليه. يقسم بالله خويا هبطت وصلت واحد السويقه، حليت الطوموبيل هبطت وقال لي بقيت غادي وتنشوف شكون اللي غنقصد باش نعطيه هذاك الشيء. بقيت غادي ويبري واحد الراجل، من بالي هذاك الراجل ونقول له عمي راه عندي واحد الوليد صغير النمره ديال الصنداله ديالو 41، وراه ما الا كانت عندك شي وحده راه ما عنديش حتى السيمانه الجايه ولا دوز شي يومين ولا شي حاجه وندبر على شي فلوس ونجي نعطيهم لك. قال له مرحبا ولدي. قال له لا خاصك وحده خاصك جوج، هي خذها ولدي ماشي مشكل. قال لي كاع ما كان السيمانه الجايه ماشي مشكل بصحتك وراحتك ولدي. وقول له عمي واحد الدقيقه الله يرحمك الوالدين اجي معايا. قال له انا معك ولدي. قال له انا ما بيا لا صنداله لا والو، بيا شي واحد انسان اللي غيتعامل معايا ونلقى فيه الخير باش انا نقدر نعرف هذاك الرزق من اللي غنعطي ولا هذيك الصدقه اللي غنصدق راه عطاها لك الله سبحانه وتعالى عمي، وسير بالصحه والراحه. هنا خوتي تنشجعوا على اي واحد يدير الخير وياخذ بنادم عبره ديال الطالياني كيفاش وقع ليه مع هذا المغربي، وكيفاش كان تيحلم شي واحد تيجي عنده تيقول له سير عاون هذاك السيد. واقسم بالله قصه واقعيه، وانا تيقتك اخويا عبد الرحيم تيقتك وحسيت بالقصه وانا بارطاجيتها مع خوتي بحكم انت اللي عطيتيني هذه القصه هذه اللي حسيت بها انا بانها خارج واحد من القلب للاحساس ديال العقل والاحساس ديال الذات. المهم اخويا نبيل هذه هي القصه ديال الطالياني معاك والقصه ديال الشيباني كيفاش قلبتي باش تعاون واحد الانسان اللي لقيتي فيه الخير رد الخير، اللي ما لقيتيش فيه الخير راه ما فيش الخير وما غادي منه لا خير لا والو. هنا اخوتي الميساج باين اخوتي ديال الخير تلقاه وعند ربي تسناه. المهم اخوتي هذه القصه ديال خويا عبد الرحيم اللي كانت وقعت ليه مع الطالياني اللي كان الاصل حلاق وتقطعت ليه يديه بحكم واحد المرض في يديه، مرض خايب، وكيفاش حلم بهذاك السيد وجا عنده المحا ديالو بقى تيتعامل معاه، وكل مره فيما تيجيب لي بحال اليوم ساعه غدا تيجيب لي جوج سوايع، غدا تيجيب لي عاوتاني التلفازه، بعدو تيجيب لي الماء والماكله ودانونات والبيموات ديالي تيجيب لي. وهذه هي القصه ديال الطالياني مع خويا عبد الرحيم. وخويا عبد الرحيم القصه ديالو مع الشيباني اللي كان تيفرج الحوايج ديالو حتى هو حتى هما عندهم الجوطيه بحالنا هنايا، كيفاش تعامل معاه وكيفاش قلب على الانسان اللي يستاهل الصداقه. المهم اخوتي هنا تنقول لكم اخوتي حاولوا ديروا الخير في الناس اللي تستاهل، ولو دير الخير وبنادم ما يكونش يستاهل حسبها طاحت. واي واحد تنشكر اي واحد تيعاون يوسف قرباوي ولا اي واحد تيعاون شي واحد ولا اي واحد تيجري في الخير ولا اي واحد
تيغير على بلادو وتيغير على ولاد بلادو. هنا تنبغيو نقولوا اخوتي كافه من حظيه شي حاضيشي. دابا بحال هاد الناس هادو راه كاين اللي تيبغيو يديروا الخير وتيحظيهم وحدين اخرين. كاين اللي تيقول هذا راه بينو وبين شي حاجه، هذا راه واقيلا راه باغي منه شي حاجه، واقيلا راه تيدير شي لعبه، واقيلا اللي بغى يدير الخير خليه الله يسهل عليه. ما تتبعوش بنادم بغى يدير الخير خليه، ولا ما بغيتيش دير الخير خليه يمشي يدير الخير ويقول الله يجعل ربي تكون ليه مقبوله وحتى انت غتقبل لك الدعوه. وهنا اخوتي تنقول لكم سالات الحلقه ديال خونا الطالياني اللي كان تيتعامل مع المغربي ديالنا وكيفاش حلم به وكيفاش جا تيتعامل معاه وكيفاش الناس كانوا تيشوفوا كيفاش تيتعامل مع داك السيد اذا كاين شي مقابل. المقابل اللي كاين هو الخير، داك المقابل اللي دار فيه الخير. جا واحد الناريات هذا المغربي حتى هو دار الخير مع واحد الانسان اخر، وهذاك الانسان الاخر عاوتاني غيدير الخير مع واحد اخر وهي غادا خير. وهنا اخوتي تنقول لكم تنتمنى لكم فرجه ممتعه في هذه القصه هذه، وتنقول لكم نكون خفيف على القلوب ديالكم اخوتي، ونكون نوصل لكم الميساج اللي بغيتو والقصص يكونوا تينالوا الاعجاب ديالكم. وانا عارفكم اخوتي راه اي قصه عاودت لكم تكونوا معايا وبالكومونتيرات بلي لايك بكل شيء اخوتي. المهم اخوتي تنقول لكم السلام عليكم، وما تنساوش تدعموا يوسف غرباوي وديروا لايك وتبارطاجيو سبسكرايب. اي لعبه تكون تتعاون يوسف غرباوي محتاج لكم تعاونوني، ومحتاج بزاف الناس يعاونوني بقصص ديالهم ويعاونوني بتفكير اخر. اقسم بالله اخوتي الا الناس يعيطوا يجيو يوسف راه تتهضر واحد الهضره اللي ما يهضرهاش شي واحد، راه ما بيناش فيك ضرب الحبس، ما بيناش فيك بانك راك انت واحد انسان مجرم. الحمد لله ما عمرنا كنا مجرمين مع المجتمع، كنا مجرمين مع المجرمين، ما كناش المجرمين مع الدراوات ولا شي حاجه. والحمد لله صلحنا وتلاحينا لهذا المحتوى هذا، عرفنا ناس زويونين، عرفنا ناس خايبين، عرفنا بزاف ديال الحوايج وانا براسي تنقول انا راه ما كنتش عايش، ولكن الحمد لله دابا انا عايش معكم اخوتي ولا اله الا الله عليها. تنشكركم. وهذه هي القصه ديال المغربي والطالياني اللي كان تيتعامل معاه. السلام عليكم اخوتي ورحمه الله وبركاته. تنموت عليكم.